صنج الوزن زيها زي الميزان في إن هما الاتنين إحدى وسائل تقدير قيم السلع عن طريق الوزن، والصنجة دي عبارة عن ثقل، قطعة من الحجر أو المعدن ليها شكل ومعيار متعارف عليه، بيتم وضعها في إحدى كفتي الميزان، والشيء المراد وزنه بيتم وضعه في الكفة المقابلة. وصنج الوزن كانت معروفة في مصر القديمة، ووصل لنا منها أعداد كبيرة جدا وصلت لأكتر من 6000 صنجة متنوعة في الشكل والمادة اللي اتصنعت منها. فكان منها اللي بشكل المربع أو المستطيل أو المخروطي أو المكعب أو المقبي، أو اللي كان واخد شكل من أشكال الحيوانات زي الثور، العجل الصغير الراقد أو الأسد أو الغزال، فرس النهر، الضفدع، الجعران، أو حتى بشكل رأس الكلب. ومعنى كلمة ثقل الصنجة بقى باللغة المصرية القديمة هي فايط أو فاي أو فا، والكلمة مشتقة من الفعل فاي بمعنى يزن أو يوازن بين شيئين. ومن بين الصنج دي كانت نسبة قليلة هي اللي كانت منقوشة بالمعيار اللي الصنجة دي بتنتمي إليه، زي في الوقت الحالي قبل ظهور الميزان الرقمي كانت كافة الميزان اللي بنشوفه عند التجار بيتحط عليه صنجة، ثقل معدني مكتوب عليه المعيار بتاعه سواء كيلو أو نص أو ربع كيلو. وده نفس فكرة الصنج عند المصري القديم، لكن المصري القديم ما كانش المعيار عنده اسمه كيلو ولا جرام حتى. طيب ايه بقى كان معيار الوزن عند المصري القديم؟ اهم معيار تم التعرف عليه من الصنج ومن النصوص المصرية هو معيار الدبن، واللي كان بيزن حوالي 91 جرام او حوالي 1400 حبة. وبالنسبة لمعنى كلمة دبن فما فيش حاجة نقدر نفسرها بيها، لكن ربما انها ارتبطت بفكرة الاستدارة او شكل الحلقة، وده بسبب ان احنا عندنا كلمة برضو اسمها دبن وهي صفة بمعنى اسطواني او ملتف او مستدير. كمان بقى كان في معيار أصغر من معيار الدبن هو معيار قدد، واللي كان بيعادل 10 الدبن، يعني 1/10 من الدبن، يعني حوالي 9.1 جرام. كمان كان في معيار وزن اسمه شعت أو شعتي، كان بيعادل 1/12 من الدبن، يعني 7.5 جرام. واقترح العلماء إن أقرب معنى لمعيار شعت أو شعتي هو القطعة، وده بسبب قربها من الفعل شعت بمعنى يقطع. وهناخد مثال سوا دلوقتي. المثال بيذكر وزن كمية من الفضة، هنقرأ سوا من الشمال لليمين. بيقول حج دبن 761 قدد 2. بيقول في المثال الفضة اللي هي حج دبن يعني مقدارها بالدبن 761، ثم كتب قدد 2 يعني و2 قدد، يبقى مقدار الفضة في المثال 761 دبن و2 قدد. ولو عايزين نعرف القيمة بقى بالجرام دلوقتي، لو قلنا الدبن 91 جرام والقدد 9.1 جرام، يبقى كمية الفضة دي كانت حوالي 69 كيلو فضة و269 جرام. وهنشوف دلوقتي ذكر لمعيار الدبن من برديات سرقات المقابر من الأسرة ال20. هنلاقي واحد من اللصوص كان اسمه إيمن بانفر اعترف بسرقة مقبرة الملك سخم رعش الطاوي من الأسرة 17. بيقول من ضمن اعترافاته: فجمعنا الذهب الذي وجدناه على المومياء والذي وجدناه على التمائم والحلي على رقبته وعلى التوابيت الخشبية التي كان يرقد فيها، وقد وجدنا الملك في نفس الحالة، فجمعنا ما وجدناه عليها أيضا، وأشعلنا النيران في توابيتهم الخشبية، وأخذنا أثاثهم الذي وجدناه معهما ويحتوي على أشياء من الذهب والفضة والبرونز، وقسمناه فيما بيننا، فكان نصيب الواحد منا 20 دبن من الذهب. بيعترف إيمن بانفر إنهم كانوا 8 لصوص اللي اشتركوا في السرقة، وإن حصة كل واحد منهم كانت 20 دبن من الذهب، يعني سرقوا كلهم من المقبرة 160 دبن من الذهب، والدبن بيعادل 91 جرام، يعني ال8 لصوص دول قدروا وقتها إنهم يسرقوا ما يعادل 14.5 كيلو جرام من الذهب. وبكده يكون انتهى فيديو النهارده واللي اتعرفنا فيه على صنج الوزن عند المصري القديم، وكمان معيار وزنها سواء بالدبن او القدد او الشعت. كانت معكم سالي احمد. حافظوا على اثاركم، تحموا تاريخكم. بتمنى لكم هيرو نافر.